بسم الله الرحمن الرحيم. هو فين الصور بتاعت جمال مبارك وعلاء مبارك وحسني مبارك وهم محبوسين؟ يعني احنا عرفنا ان علاء مبارك وجمال مبارك في سجن ترى. فين بقى؟ فين صورهم وهم رايحين وهم داخلين وهم ماشيين؟ فين الصور دي؟ احنا بنصدق اللي بنشوفه بعينينا، المفروض ما نصدقش اللي بنشوفه بوداننا يعني. مستشفى شرم الشيخ فيها حسني مبارك، مستشفى شرم الشيخ فيها حسني مبارك وعنده اكتئاب، حسني مبارك خرج من حالة الاكتئاب، مش عارف الدكاترة. فين صورة حسني مبارك في المستشفى اصلا؟ فين صورة حسني مبارك انه في مصر؟ ايه؟ ليه في غلوشة على الموضوع ده من المعارضة ومن الجهات المسؤولة عن ده؟ ليه حتى المعارضه لما بتيجي تتكلم دلوقتي بتتكلم في الدستور وفي المجلس الرئاسي والمجلس العسكري وما بيتكلموش فين الصور بتاعت حسني مبارك؟ فين حسني مبارك؟ حسني مبارك هيتنقل سجن تورا والمعاينه بتاعت المستشفى، فين اللي يخليني انا في الشارع ابقى ماشي اصدق ان ده يحصل؟ دي حاجه تانية. ايه التشتت اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ هو ليه تاني ميدان التحرير ده اتفتت بقى ميادين؟ ليه ميدان التحرير بقى ماسبيرو وبقى ميدان التحرير وبقى المنصة وبقى مش ليه الناس بعدت وبقت ليه في تشتيت؟ ليه مفيش تجميع؟ ليه بقى فجأة الحرب اتقلبت ان بقت الاخوان ما بيشاركوش، السلفيين ما بيشاركوش، المسيحيين ما بيشاركوش، مش عارف مين ما بيشاركوش، ودول ليهم مطالب ودول احنا ليه مطالبنا ما رجعتش تاني تبقى موحدة؟ واحنا في حد على وجه الارض في البلد دي مش مجمع ان احنا عايزين نحاسب الفاسدين؟ طيب ده طلب عليه اجماع، ليه مش كلنا بنطالب بيه؟ ليه دلوقتي عمالين نشغل نفسنا بالحاجات اللي فيها خلاف وناسيين الحاجات اللي عليها اجماع؟ دي انا شايف اللي بيطالب النهارده بحاجه فئويه او حاجه عليها خلاف او حاجه مش عليها اجماع، ده واحد مغرض، واحد قاصد انه يعمل تشتت. النهارده عايزين نجمع مش عايزين نشتت، نفرق لما نبقى نخش بقى في انتخابات ودول حزب ودول حزب ودول جبهه ودول جبهه وكلام من ده، مفيش مشكله، ده هيحصل وده صحي. لكن لما نبقى من دلوقتي مشتتين بصراحه ده بيدي شعور بخيبه الامل رهيب جدا، بيخليني انا كواحد في الشارع عادي حاسس ان البلد ما عملناش اي حاجه، ما انتجناش اي حاجه، كل اللي عملناه ده بيروح في الارض. لازم نوحد الصف، لازم مطالبنا تبقى واضحه، لازم يبقى في رد على التساؤلات اللي عندنا في الشارع دي. فين الناس اللي بتتحاكم دي؟ فين الدليل ان هي بتتحاكم؟ وشكرا.